هناك عدة خيارات علاجية متوفرة للنساء المصابات بسلس البول الإجهادي، وهذا يشمل العلاج التحفظي واللي ممكن يكون جزء منه تقليل الوزن، إدارة السوائل، وتدريب عضلات قاع الحوض. وبالإضافة إلى هذا الأمور، تدريب المثانة ممكن يساعد بعد. لكن لبعض النساء اللي عندهم سلس إجهادي شديد وما يستجيب لهذا العلاجات، الجراحة ممكن تكون خيار معقول. سلس البول الإجهادي ممكن يكون محرج للنساء ويؤثر على جودة حياتهم ويخليهم يبتعدون عن كل الأنشطة الاجتماعية وعشان جافي. إذا كان موجود، من المهم إن المرأة تعرف إنه قابل للعلاج وممكن السيطرة عليه حتى لو كان شديد. شنو الخيارات للنساء اللي ما يستجيبون للعلاج التحفظي؟ في هالحالة في خيارات مثل عمليات الشريط السلينة أو شريط منتصف الإحليل ستيب أو عملية بيش-كولبوس بنش. كل واحدة من هذه ثلاث عمليات فعالة جدا وتعطي نتائج طويلة الأمد عند أغلب النساء، لكن كل وحدة لها خصائص مختلفة من ناحية أي نوع من المريضات تناسبها أكثر، وكل وحدة لها تبعات معينة على المدى البعيد لازم المرأة تكون على علم فيها. بعض النساء اللي يسوون شريط منتصف الإحليل ممكن يواجهون مشاكل مرتبطة باستخدام الشبكة الصناعية. هالشي نادر في عمليات سلس البول الإجهادي لأن كمية الشبكة المستخدمة جدا قليلة، لكن مع ذلك ممكن تسبب مشاكل، ومهم إن المرأة تعرف عنها الموضوع قبل ما تسوي العملية. العمليات اللي تستخدم منسجة من نفس الجسم تعتبر أكثر تدخلا، لكنها تعطي نتائج طويلة الأمد وما فيها بعض المشاكل اللي ممكن تصير مع الشبكة الصناعية. عملية بيرش لرفع المهبل أقل فعالية مقارنة بالإجراءين الثانيين، وعشان كذا ما تستخدم بشكل متكرر حاليا في العالم. فالإجراءات الشائعة اللي تستخدم هي شرائط منتصف الإحليل وشرائط الأنسجة الذاتية، وكلهم فعالين جدا ونتائجهم تدوم لفترة طويلة. هذا عملية بسيطة جدا وما تحتاج تدخل كبير، تأخذ تقريبا نص ساعة وتقدر تنعمل في نفس اليوم أو بدخول قصير للمستشفى، وفترة التعافي تكون سريعة. أغلب النساء يحصلون على نتائج تدوم لفترة طويلة، لكن في نسبة بسيطة ممكن يحسون بعدم راحة أو ألم بسبب العملية، أو ممكن يصير عندهم تعرض للشبكة أو التهابات مرتبطة فيها. من المهم جدا يكون في استشارة دقيقة ونقاش مفصل بين الطبيب والمريضة عشان يفهمون كل تبعات هذا العمليات سواء على المدى القصير أو الطويل. لكن إذا تم اختيار المريضة بشكل صحيح، النتائج أثبتت إنها تدوم لفترة طويلة.